ازاي تعلم اولادك الانجليزي في البيت؟ اولادنا هم امتداد لاسمنا وفخرنا طول الحياه، وقوفك عشان تتفرج على الفيديو ده اصلا دليل على حبك ليهم واهتمامك بمستقبلهم. في الفيديو ده انا بوعدك لو كملت الفيديو للاخر هتتعلم ازاي تعلم اولادك الانجليزي في البيت وبالعاب تعليميه وطرق ممتعه. صوابع ايدك مش زي بعضها، وكمان اولادنا مش زي بعض، مختلفين، كل واحد ليه نمط تعلم مختلف. النمط رقم واحد البصري، وده بيتعلم عن طريق الصور، بيحب يفتح الكتب بس عشان يتفرج على الصور اللي فيها. وده هنعلمه بأول لعبة معانا، هي لعبة الفلاش كاردز. ودي فكرتها انك هتجيب ورق في حجم الكوتشينة صغير كده، كروت، وهتبدأ في الوش تحط له صورة. وانا افترض ان هي كورة مثلا، فنحط له صورة الكورة هنا، وفي الظهر هنحط له الكلمة مكتوبة بول. ويبدأ هو تكرر له الكلمة ويشوف الصورة بول بول، وتوري له الظهر. بعد كده عملت كده مع 6 كلمات 10 كلمات، ابدأ خبي الكروت كلها حطها وخليه يشوف الصور بس، وتبدأ تسأله ايه الكلمة دي. اللي يجاوبها صح اديله الكارت بتاعها، واللي يجاوبها غلط تاخد انت الكارت، ونشوف مين اللي معاه كروت اكتر يكون هو الكسبان. مش شرط يجاوبهم كلهم صح من اول مرة، ابدأ خليه شجعه، عيد له اللعبة تاني لغاية ما ياخد معظم الكروت، كده هيكون حافظ الكلمات صح جدا. النمط رقم 2 السماعي، وده بيحب يحفظ عن طريق الأغاني. يا سلام لو لحنت له الكلمات أو الحروف، كلنا حافظين الحروف بنفس اللحن A B C D E F G. What؟ النمط رقم 3 الكتابي، وده بيحب قراءة القصص وقراءة الكتب. هات له كده كتاب فيه قصص قصيرة وشوف قد إيه هو متحمس لفكرة القراءة والكتابة في كتاب. النمط رقم 4 الحركي، وده نمطي أنا شخصيا. الشخص ده بيحب يتعلم عن طريق الحركة. فلنقل مثلا أنت عايز تعلمه كلمتين sit down و stand up، هتبدأ تمثل له الحركات. sit down هتقعد، stand up هتقف، وتخليه يكرر الحركات معاك. هو كده خلاص هيتدرب كتير جدا على المحادثة معاك. طب عايز تخليه مستوى متقدم شوية، عايز تتعلمه stand up quickly sit down slowly، حفظهم. ابدأ بقى غير في اللحن بتاع كلماتك، قول له sit down slowly، شوفه قاعد بسرعة ولا بالراحة، وقف ولا قاعد أصلا، وهكذا. هتلاقي ابنك مستمتع جدا ومبسوط. النص ساعة ولا الساعة اللي قعدتها معاه انت مش قاعد مكتفه، قاعد متربع، قاعد بيحفظ كلمات، لا هو مبسوط ومستمتع ومش حاسبها أصلا حصة ولا درس. ابنك مش شرط يتعلم بنمط واحد من الأربعة دول، ممكن يتعلم بأنماط مختلفة. الفكرة إنك تنوع وتجرب، اللي نفع كرره، اللي ما نفعش تجنبه. كمان الموضوع بيختلف حسب سن ابنك، من سن 2 أو 3 ل4 سنين ده بيحب المعلومات مباشرة وسهلة. أما لو هو مستواه لا أو سنه 6 سنين ل10 سنوات، ده بيبدأ يطور مهارات الاستنتاج، فخليله المعلومة غير مباشرة شوية، خليه يشغل دماغه ويبدأ يستنتج المعلومات. اما بقى لو انت اب او ام وحاسه ان المناهج صعبه جدا ومش قادره او مش عندك المهاره الكافيه انك تعلمي اولادك، وعايزه مكان فعلا فيه محترفين يهتموا باولادنا، يدربوهم على المحادثه والقراءه، يتعلموا النطق والصوتيات، فده احنا بنوفره هنا في زوم الانجليش. عندنا الكورس المحادثه، كورس بيهتم بمهارات اللغه الاربعه، وان كنا بنركز على المحادثه والاستماع بشكل اساسي. الاولاد عندنا بيتعلموا من سن 5 سنوات لحد 10 سنوات للاطفال، واكبر من كده كمان للكبار موجود. تقدر تتعلم انت وابنك في عروض ممتازه للاطفال الاخوات وكمان الكبار مع بعض. كلمونا دلوقتي على الرقم اللي يظهر على الشاشه على واتساب، وما تنساش مع حازم نظير ستصبح في الانجليزي خطير. سلام.